هل التنمر اللي بتتعرض له بتقدر تشيله جواك لحد وقت قد ايه؟ وهل لو جاتلك الفرصة تطلعه وتخطط لده هتتحول لقاتل سايكوباتي ولا هتبقى شخص بيدافع عن تنمره؟ السؤال يكاد يكون بيناقش كذا فرع في حياتك النفسية، لكن في قصة النهاردة ممكن أحلهولك أو على الأقل أحقق لك انتقامك. اكتب لي كومنت رد على الكلام اللي قلته وخلونا نبدأ قصة اليوم من كتابة أحمد ساهر وأداء نور رعب على قناة رعب طول اليوم في اليوتيوب. كنا بنخبط أنا وسامح صاحبي بكل قوتنا على الباب بقالنا أكتر من 10 دقايق. هما مش عايزين يفتحوا ليه؟ ساعتها قلت لسامح بقولك ايه، يلا يا سامح نكسر الباب، انا مفيش حل تاني. وفعلا انا وسامح ضربنا الباب بكتف، وبعدين سامح ضرب الباب برجله. اتفتح ساعتها عشان تهاجمنا ريحة تعفن صعبة جدا. فضلنا نكح جامد ومش قادرين نتنفس. حطيت ايدي على مناخيري ودخلت وبدأت انادي مجدي يا مجدي. فضلنا ندور ولاحظنا ان في اوضة كانت هي مصدر الريحة المتعفنة دي. قربنا منها وكنا مش قادرين من الريحة. اتحركنا بهدوء في الشقة لحد ما قربنا من الأوضة دي وزقينا الباب. كنا هنرجع من اللي شفناه. مجدي مرمي جنب السرير ميت وكان غرقان في دمه، وجنبه جثة على السرير متقطع من جسمها أجزاء كتير. طلعت بسرعة من الأوضة وسامح كلم الشرطة وفضلنا مستنيينهم، لكن أثناء الوقت اللي كانت الشرطة بتتحرك ليه علينا قمت أبص في الأوضة تاني وشفت حاجة مهمة. كان في مفكرة وقلم على الكومودينو اللي جنب السرير مجدي. سبت سامح بره ودخلت. هو كان عايز يمسكني عشان ما ادخلش، لكني زقيته ودخلت. قربت ناحية الدفتر ومسكته. كان في بقع دم كتير عليه، لكني وانا ببعد نفسي عن الكومودينو بصيت ناحية السرير وكان وش الجثة ناحيتي. صرخت بكل قوتي وطلعت اجري بره الأوضة، وسامح قعد جنبي وفضل يهديني وقال لي في ايه بس يا ابني، مالك؟ اهدى بس، حاول تمسك نفسك شوية. ما كنتش عارف انطق وفي الاخر قلت له انت عارف مين اللي جوه دي؟ سامح قال لي لا مش عارف. قلت له وانا بترعش من الخوف دي ام مجدي اللي ماتت الاسبوع اللي فات. سكت سامح من الصدمة وفضلنا في الصمت ده لحد ما جت الشرطة وشالوا الجثث وخرجوها. وجي ظابط شاب كده وقال أنا العقيد حازم، ممكن أعرف انتوا هنا ليه يا شباب؟ واحد بس منكم اللي يتكلم. ساعتها اتكلمت وقلت له احنا جينا لما مجدي اختفى بعد وفاة أمه بقاله أكتر من أسبوع ما شفناهوش، فقلنا نيجي نشوفه. فضلنا نخبط كتير ولما ما فتحش حسينا إن في حاجة حصلت له. كسرنا الباب ولقينا اللي حضرتك شفته يا باشا. بصلنا الظابط من فوق لتحت وقال وانتوا تعرفوا مجدي من زمان صح؟ قلت له ايوه يا باشا، ده صاحبنا من واحنا عيال صغيرة. ساعتها شاور للعساكر يمسكونا وقال لنا طيب يبقى كده انتوا لازم تشرفونا شوية لحد ما نعرف ايه اللي حصل هنا بالظبط. وفعلا العساكر مسكتنا وبدأنا ننزل من العمارة. وقتها افتكرت ان معايا المفكرة وممكن لو لقوها معايا ألبس انا الموضوع كله، وما كنتش عارف اعمل ايه. لكن واحنا خارجين من العمارة كان في صندوق قديم قوي من بتاع الجوابات ده.
طلعت النوتة من غير ما العسكري يحس وقمت حطيتها في الصندوق. ركبنا البوكس ورحنا القسم وفضلنا واقفين كتير بين المجرمين، وفجأة خرج العسكري من مكتب الضابط عشان يدخلنا لجوه. مسكني ودخلني المكتب، وكان العقيد حازم ده قاعد قدامي، وأول ما دخلت له قال لي اتفضل اقعد هنا. شاور لي على الكرسي قدام المكتب وقال لي هو انتوا تعرفوا مجدي ده من امتى بالظبط؟ كنت قلقان وانا بتكلم فقلت له يا باشا ده مجدي ده صاحبنا من احنا لسه عيال صغيره، احنا بقالنا سنين عارفين بعض. قال لي وهو بيولع سيجاره وهو كان كويس يعني؟ ولا كانت تصرفاته غريبه؟ ما لاحظتش عليه اي حاجه غريبه؟ سكت شويه وبعدين قلت له والله هو كان عادي، بس امه هي اللي كانت المشكله اظن يعني. بص لي ساعتها العقيد حازم في انتباه وقال لي طيب معلش ممكن بقى تفهمني اكتر كده؟ قلت له بص يا باشا، مجدي من ساعه ما عرفناه وهو كان فيه حاجه مش طبيعيه، يعني كان دايما نلاحظ عليه انه هو بيكلمنا او وهو بيلعب معانا او ماشي جنبنا بيبص حواليه وفي كل مكان، يعني دي ما بتبقاش ثابته في مكان معين، لكننا وقتها كنا اطفال فمحدش كان في دماغه حاجه. لحد ما في يوم بعد ما كبرنا شويه كنت جبت بلاي ستيشن جديد وكنا عايزين نلعب مع بعض، فمجدي ساعتها اقترح علينا وقال طب ما تيجوا تلعبوا عندي يا جماعه، نلعب كلنا، انا ما عنديش حد غير امي. طبعا احنا قعدنا وقتها نقول له لا عشان ما نتقلش على حد، ولكنه صمم. فطلعت انا وسامح وهو دخل هو الاول في بيته، خد شويه وقت وبعدين رجع ودخلنا. وصدقني يا باشا مع دخولي للبيت حسيت اني مش مرتاح، قلبي اتقبض. البيت كان غريب جدا، مناديل مطبقة ومدقوقة بمسامير في الحيطان، وأول ما شفتها أنا سألت مجدي على طول إيه ده يا مجدي؟ هو ارتبك شوية وقتها على ما أتذكر وقال لي لا ما فيش حاجة، ده احنا لسه بس مستلمين الشقة بس لسه هنوضبها. طبعا الرد ما أقنعنيش، بس لما دخلنا وقعدنا في الصالة وشغلنا البلاي ستيشن وبدأنا نلعب ساعتها، بعد وقت والدته جت وسلمت علينا وكان شكلها أم طبيعية جدا، لكنها كانت تحس إنها مش مركزة، هي كمان كانت زي مجدي بتبص حواليها كتير. بعد ما قعدت تبص علينا شوية قامت ودخلت المطبخ وفضلنا نلعب، وبعد شوية كان مجدي بيشرب مية من اللي محطوطة قدامنا وحط الكوباية على الترابيزة، فعملت صوت عالي شوية. خرجت أمه بسرعة علينا وكانت مخضوضة وكانت بتقول ايه في ايه حصل ايه صوت ايه ده؟ قال لها مجدي مفيش حاجة والله. ردت عليه وهي خايفة لا فيه، انت مين؟ انت مش مجدي، انت مين؟ مجدي اتعصب وقال لها ماما انا زفت مجدي، هكون مين يعني؟ انا مجدي والله. ساعتها هديت وقالت بقول لك ايه، اقفل ده وشغل قرآن. دخلت المطبخ تاني ومجدي بصلنا وكان مش عارف يقول ايه، سكت شوية وبعدين قال لنا معلش اصل امي اعصابها تعبانة شوية، انا اسف يا جماعة. فقلت له انا طيب ننزل طيب لو في مشكلة، وقفت حتى عشان امشي، لكن مجدي مسك فيا وقال لي لا ما تمشوش، خليكوا قاعدين معايا شوية. حسيت فعلا انه مش عايز يقعد معاها لوحده، فقعدنا وفضلنا نلعب وهو شغل قرآن من موبايله،
لكن كان مع أي صوت بسيط كانت تخرج من المطبخ مخضوضة جدا وتراقب وتبص علينا، هل احنا السبب، هل في حاجة تانية هي السبب. أنا ساعتها افتكرت كلام كنت بسمعه وأنا صغير شوية عن حالات الخوف المرضي، وهي حالات يعني بتخاف من أي صوت أو أي شيء مجهول صدر منه صوت، لدرجة الهلع، توصل لدرجة الهلع. وفضلنا على الحالة دي لحد ما سامح طلب إن هو يدخل الحمام، فدخله مجدي. وبعد فترة رجع سامح من الحمام وكانت ملامحه متغيرة شوية. لقيته قاعد جنبي وقال لي في ودني: في كلمة كبيرة مكتوبة على باب الحمام أنا مش فاهمها. أنا خايف يا عم، يلا نمشي. قلت له بصوت واطي: احنا شوية وهنخلع، ما تقلقش. ساعتها مامة مجدي نادت عليه، نادت على مجدي، راح لها وفضلت تتكلم معاه ونزلت. جه مجدي وكان مبسوط وقال لنا ان والدته رايحة عند خالته وهتيجي بالليل، فهنقضيها براحتنا بقى. وبعديها مجدي جيب لنا اكل وقعدنا وكنا مبسوطين وبنلعب لحد ما فجأة النور قطع. مجدي انكمش في مكانه وكان خايف قوي، فقلت له: في يا مجدي مالك؟ ده عادي يعني، ده النور قطع. لكنه مردش عليا وبدأت اسمع صوت خطوات كانت جاية من أوضة من ضمن الأوض اللي في الشقة. ساعتها قلت لمجدي: هو في حد جوه ولا ايه؟ رد عليا وكان خايف جدا: انا مش عارف، انت لو عايز تقوم تشوف مين قوم انت. بصيت لسامح وقلت له: انت سامع معايا صح؟ فكان خايف وقال لي: انا قلت لك يا عم نمشي من هنا، البيت ده فيه حاجة غلط. ساعتها قمت وشغلت كشاف الموبايل ومشيت ناحية باب الأوضة اللي كان خارج منه الصوت ده، وقلت لمجدي: لو مفيش حد تبعك جوه قول لي عشان انا هفتح الباب واشوف ده صوت ايه. مجدي رد عليا وهو بيبص لي: ما فيش حد يا ماجد، بس بلاش تفتح الباب ده ارجوك. كان باصص لي في عيني بجد وكان بيطلب فعلا الطلب ده من كل قلبه. بصته حسستني ان الموضوع مش هزار، لا ده في حاجة تخوف بجد، لدرجة انه نقل لي انا كمان الخوف، فخفت افتح الباب الحقيقة. ورجعت لميت البلاي ستيشن ونزلت والنور مقطوع، انا وسامح وخدنا مجدي معانا. فضلت اسأله عن اللي بيحصل عندهم، لكنه قال ان مفيش حاجة وانه كان بيهزر، ولكني ما اقتنعتش بده. فضلت عارف مجدي، لكني عمري ما طلعت بيته تاني بعد الموضوع ده لحد ما كبرنا. وكنت كل فترة بسمع ان في حاجات بتحصل معاهم، مثلا يصحى في يوم يلاقي البيت كله غرقان مية مع انهم متأكدين انهم قافلين كل حنفيات البيت. اليوم ده يعني هو كان فاكره كويس جدا وكان يوم صعب عليه، لان المية كانت عالية بشكل كبير لدرجة انها وصلت لنص ارتفاع سريره. فلما صحي ونزل من على السرير كان مفزوع، ولقى كل حنفيات البيت مفتوحة وعلى آخرها. ولما سأل أمه قالت له: انت عارف كويس مين اللي بيعمل كده، وانا قلت لك كتير ما تنامش غير لما تشغل قرآن في البيت. وكان واضح ان البيت بشكل او بآخر ممسوس او مسكون، قول المسمى اللي انت عايز تقوله. لكن في المرة التانية بقى قال انه كان نايم وقلق، ففتح عينه ولقى امه في وشه بالظبط كده، بصاله. كان جسمه متخشب على السرير وامه كانت بتبصله في عينه جامد،
وكان شكلها مرعب قوي. حاول بقدر الإمكان إن هو يحرك جسمه ويتنفض بسرعة من مكانه، ولما حصل فعلا وقدر إن هو يعمل كده وينزل من على السرير ويرجع لحد ما لزق في زاوية الأوضة وقال لها: في يا ماما؟ انت بتبصلي كده ليه؟ هو انا عملت حاجة؟ قربت له كانت بتبصله جامد، وقال لنا مجدي ان هي قعدت تقول له: مفيش حاجة يا حبيبي، انا كنت مطمن عليك، بس انت كويس؟ كانت بتقول له الكلام ده وهي مبرقه له وشكلها يرعبه مش يطمنه. قال مجدي وقتها ان هو رد عليها وكان الخوف باين في صوته جدا، وكان مستغرب ان هي مش فاهمة ان هو خايف دلوقتي. يا ماما انا كويس، ممكن تسيبيني بقى عشان اكمل نوم؟ مجدي قال ان هي اتحركت ناحية الباب وقالت له: تصبح على خير يا حبيبي، بس بشكل كان غريب. هو فهم ان هي رجعت اوضتها، ومجدي بعديها قفل الباب عليه وكان بيتنفس بسرعة قوي من الخوف. ده اخر حاجة مجدي حكاها لنا عن امه. عدت السنين ومن وقتها مجدي بدأ يتغير تدريجيا، بدأ يبقى زي امه، يخاف من اي مصدر صوت مجهول، وكان بيقعد معانا معظم الاوقات، وكان ما بيحبش يقعد في البيت نهائي. لما كنا حتى بنبقى في يوم مش فاضيين نقعد معاه في البيت او نقول له نجيلك، كنا بنلاقيه قاعد على سلم عمارته لوحده بيكلم نفسه. مجدي كانت حالته بتسوء كل شوية اكتر، لحد ما من اسبوع بالظبط قبل اللي حصل دلوقتي يا باشا امه ماتت. كلنا كنا معاه، كان واقف مصدوم وما كانش باين عليه اي ملامح ولا حزن ولا حتى فرح، كان ساكت بس سكوت. دفنا امه واتقفل عليها القبر، ولكنه فضل واقف قدام قبرها باصص عليه كتير قوي لحد ما كله مشي. فضلت الصراحة سايبه شوية، لأن دي لحظة الواحد ما بيحبش إنه يقرب لحد ويكلمه في أي حاجة، كان الموضوع طول. فاتحركت وقلت له: مجدي يلا بينا، كله مشي يلا. حتى هو بصلي كأنه أول مرة يشوفني دلوقتي، كأنه ما كانش معايا من شوية، وقال لي: يلا بينا. الفكرة إن كانت عينه لسه على القبر. رحنا قعدنا على القهوة نشرب شاي وحاولنا نخرجه من الحالة دي، لكنه كان ساكت طول الوقت. وفي الآخر قال لنا: أنا هروح يا جماعة بقى، معلش عشان أنا تعبان. فقلت له: طب اصبر أوصلك، لكنه أصر يروح لوحده. ودي كانت آخر مرة شفته فيها من أسبوع قبل اللي حصل النهاردة. خلصت كلام وكان العقيد حازم قاعد بيسمعني، وبعدها قال لي: وبصراحة القصة غريبة، بس انت عايز تقولي ان السبب في كل ده جن او عفاريت او حتى امه كانت مجنونة؟ فقلت له: والله يا باشا ده اللي اعرفه، وكلها نظريات مختلفة، وحضرتك ممكن تتأكد من سامح، هو صاحبنا من زمان برضه وحضر معايا كل اللي انا حكيته لحضرتك ده. ساعتها سكت الضابط شوية ونادى للعسكري طلعني بره، ولقيت سامح دخل مكاني، وفضلت مستنيه بره كتير جدا لحد ما خرج. واول ما خرج جالي وقال لي: انا عرفت ايه اللي حصل لمجدي، تقرير الطب الشرعي جه وانا قاعد جوه وقراه قدامي. اتلفت لسامح بسرعه وقلت له: طب ايه اللي حصل؟ سكت شويه وكان باين عليه الخوف وقال لي: مجدي مات بسكتة قلبية وبتسمم في المعدة. ده حصل بعد ما كان بيقطع حتت من جثة أمه
وياكلها. أنا اتصدمت من اللي قاله سامح وقلت له أنت متأكد من اللي أنت بتقوله ده اللي أنت بتقوله ده مستحيل عقلي يصدقه. فقال لي والله ده اللي اتقال قدامي. فضلت ساكت وبفكر ومش مصدق إن مجدي يعمل كده. لكن بعد شوية العساكر دخلونا للعقيد حازم تاني وقال لنا كل واحد منكم يمضي على أقواله ويسيب عنوانه بره، ولو احتاجناه هيجي، وخلاص انتوا تقدروا تتفضلوا وتروحوا بيوتكم. فعلا سيبنا عناويننا ومشينا. واحنا ماشيين كنا ساكتين، انا وسامح محدش فينا قادر ان هو يتكلم نهائي، لحد ما سامح قال لي انا مش قادر اصدق ان مجدي يعمل كده. الله يرحمك يا مجدي. قلت له لو بس اقدر اعرف ايه اللي حصل كنت. سكت لاني افتكرت حاجة مهمة، المفكرة اللي كانت في الأوضة بتاعته. ايوه اكيد في حاجة هتفهمني ايه اللي حصل. كنت بفكر في الكلام ده من غير ما اقول اي حاجة واطلع اي حاجة من بقي، لحد ما سامح قطع تفكيري وقال لي انا هروح انا بقى يا ماجد، اكيد اهلي قلقانين عليا، يلا سلام. سلم عليا ومشي، وانا قررت اروح عمارة مجدي اجيب المفكرة. اول لما وصلت كان في عسكري قاعد قدام العمارة والشارع كان ماشي طبيعي. صندوق البريد القديم كان جنبه تقريبا، بس بمسافة حوالي 4-5 متر حاجة زي كده. العسكري كان مساهم شوية ونايم كده على نفسه. الشارع برضه كان شغال والناس رايحة جاية، فاتسحبت من جنبه من غير أي صوت، حطيت إيدي جوه الصندوق. فضلت أدور لكن إيدي ما كانتش واصلة. فضلت أحاول لحد ما لقيت المفكرة، مسكتها، طلعت إيدي بسرعة وجريت من المكان لحد ما وصلت لبيتي. حطيت المفكرة جوه هدومي قبل ما ادخل البيت، ولما دخلت امي وابويا فضلوا يسألوني انا كنت فين، فحكت لهم كل حاجة طبعا واللي حصل معايا. فامي حضنتني وابويا كان واقف جنبي، وحتى امي بكت وقالوا لي كويس انك بخير يا ابني والحمد لله ربنا عداها على خير، طب خلاص ادخل نام ونتكلم الصبح شكلك تعبان. حلو قوي، الكلام ده كان كويس جدا بالنسبة لي، لاني فعلا دخلت اوضتي وقعدت على السرير وطلعت المفكرة من جوه هدومي. كانت مبقعة ببقع دم ناشفة زي ما شفتها. فتحت على اول صفحة وبدأت اقرا. كل حاجة بدأت من وانا صغير. كنت دايما اسمع ابويا يقول لأمي ما ينفعش الشغلانة اللي انت شغالاها دي بقى، لازم تبطليها. ترد عليه وتقول له انا من غير شغلانتي دي محدش هيقدر يدفن حد، ما اقدرش اشوف حد عايز يتغسل قدامي وما اعملش ده، حرام عليا. ابويا يرد عليها ويقول لها بس ده بيضرك انت مش شايفة نفسك بقيتي عاملة ازاي؟ فقالت له انا مش هيحصل لي حاجة، انا هبقى كويسة. كانت الايام بتعدي وحالة امي بتسوء فعلا، لحد ما في يوم ابويا مات. كنت لسه صغير مش فاهم حاجة، كل اللي عرفته اني مش هشوفه تاني. وامي حالتها ساءت اكتر بكتير، ومعاها حياتي اللي كانت جحيم كنت بهرب منه، بهرب واقعد مع اصحابي اكتر وقت ممكن، لكني في الاخر كنت عارف اني لازم اروح. كنت بشوف حاجات غريبة في البيت ده، خيالات كتير واصوات بتتكلم. كنت طول الوقت ببقى مرعوب. تصرفات امي حتى كانت بترعبني اكتر. لكن في يوم صحيت على صوت صراخ امي، كانت بتصرخ
جريت على أوضتها ولقيتها واقفة في ركن في الأوضة، وكان في خيال ضخم قدامها. كانت أمي بتصرخ بهستيرية وبتخبط بدماغها في الحيطة جامد. جريت عليها عشان أحاول أوقفها، لكني أول ما وصلت لها لفت وبصت لي وكانت عينيها بيضة خالص، وقالت لي بصوت خشن جدا: ابعد عني، ابعد عني. زقتني جامد وقعت على الأرض، وفضلت تضرب دماغها جامد في الحيطة لحد ما دماغها كلها جابت دم ووقعت على الأرض. جريت عليها ولكنها ما كانتش بتتنفس نهائي. وديتها المستشفى وهناك قالوا لي إن والدتي ماتت. كان ماجد وسامح معايا اليوم ده، ما سابونيش. كنت مش قادر أتكلم كلمة ولا قادر أفرح إن ممكن ولو بنسبة ضئيلة إن الشر اللي في البيت ده هينتهي، ولا حتى كنت قادر أعيط. وصلنا القبر ونزلناها وحطيناها مكانها واتقفل عليها الباب، لكن أول لما الباب اتقفل أنا شفتها كانت واقفة قدامي. كان شكلها مخيف، كفنها متقطع وكأن في كلاب نهشت جثتها، وشها متآكل وباين منه العظم. أنا كنت عايز أجري أتحرك من قدامها، لكني ما كنتش بتحرك نهائي، جسمي أكنه اتشل. قربت مني ومسكت إيدي وقالت لي: أنت فاكر إني هسيبك يا مجدي؟ إحنا هنفضل سوا دايما. ولقيت باب القبر بيتفتح وكان جواه ضلمة، زقتني هي جواها. الضلمة بلعتني وقفلت هي عليا القبر واتحبست جوه. ما كنتش شايف أي حاجة، ضلمة حواليا في كل مكان. فضلت كده مش قادر حتى أصرخ لحد ما سمعت صوت ماجد بيقول لي: يلا يلا يا مجدي نمشي. مع صوته كل حاجة اتغيرت من حواليا. ما لقيتنيش جوه القبر، لا أنا لقيتني واقف قدام القبر زي ما كنت. ما كنتش فاهم حاجة. مشيت معاهم وقعدنا على القهوة وقتها، وكانوا بيحاولوا يفكوني من حالة الحزن، لكني ما كنتش فاهم ايه اللي بيحصل لي ده بالظبط. قررت اروح البيت. رحت عشان اترمي على السرير وانام. فتحت عيني ولقيتني وسط المقابر من تاني، قدام قبر امي، واصوات صراخ كتير جايه من جوه، اصوات تخلي جسمك يقشعر من الخوف. بدأت ايادي تخرج من جوه القبر، وبعد كده بدأت تظهر راس، ودي كانت راس امي المتهشمه. بدأت تخرج وهي بتمشي على ايديها ورجليها. بدأت تجري عليا بسرعه، ومن خوفي جريت بكل سرعتي وما كنتش عارف اروح فين. جريت وسط المقابر وكنت كل شويه ببص ورايا لحد ما اتكعبلت وفضلت اقع على سلالم كتير قوي، ولقيتني في الاخر واقع على سلالم العماره. بس سلالم العماره دي ما كانتش بتخرج على الشارع، دي كانت بتخرجني على قبر. لما قدرت اوصل لحد بوابه العماره ولقيتني في تربه حرفيا بتمشى فيها، لما لفيت كان باب العمارة اختفى، وظهرت بداله سلالم تفهمني إني نزلت القبر برجليا. أمي كانت واقفة عند المدخل بتاع القبر ده، وزي العادة مسكت باب القبر وقالت لي: هنفضل سوا دايما. وقامت قافلة باب القبر. صرخت بكل قوتي عشان أقوم من نومي مفزوع، لدرجة إني وقعت من على السرير، لكني
لكني لما وقعت من على السرير كانت قدامي جثة أمي. كانت هي فعلا، كنتش عارف ازاي جت هنا ولا مين جابها. قمت من جنبها بسرعة وطلعت بره الأوضة. فضلت مبرق للموقف اللي أنا فيه، ما كنتش متخيل إن ده ممكن يكون حقيقي، لكنها ما اختفتش. فرحت ناحيتها ومسكتها ورفعتها على سريري وفضلت قاعد على الأرض جنبها مش عارف أعمل إيه. فضلت كده بالأيام بنام وأصحى مكاني لحد لما بدأت أجوع. قررت أخرج من الأوضة، لكني أول لما قررت شفت أمي وشفت الظل الكبير اللي شفته وأنا صغير كان واقف وراها. الاتنين كانوا واقفين على الباب وشكلها أرعب 100 مرة من الجثة اللي جنبي. كنت كل ما أقرب عشان أخرج تبصلي بعينيها اللي فضلت تشع سواء في النور أو في الضلمة. حتى عيونها كانت قدامها يعتبر لحظات وتخرج من مكانها، ووشها اللي كان مليان بحشرات وديدان بتتحرك وهي بصالي. ما قدرتش ارجع تاني مكاني ولا حتى انط من اوضتي للشارع بقى، للموت، للقبر، لأي حاجة، لاني ما كنتش عارف كل المشاهد اللي انا بشوفها دي هل حقيقية وهتختفي ولا لا. فضل الحال كده لأيام كتير، بشوف حاجات انا مش عارف هي حقيقية ولا لا. بموت من الجوع حرفيا. لولا ازاز المية الكتيرة اللي كنت بسيبها عندي في الأوضة كنت مت. فضلت ادور على اي حاجة اقدر اكلها في الأوضة، لكني ملقتش غير حاجة واحدة بس، جثة أمي اللي بدأت تتعفن. طلعت من درجي المقص الشخصي بتاعي وبدأت أقطع من جسمها وأكل. كنت برجع معظم الوقت اللي أنا أكلته طبعا، لكن ما كانش فيه أي حل تاني عندي. بس وقتها عرفت إن ما قداميش وقت كتير قبل ما أموت هنا. خرجت من درجي المفكرة اللي كان عمري ما كتبت أو فكرت إن أنا أكتب حاجة فيها، كتبت كل حاجة حصلت لي. خلصت قراية المفكرة وقلت كل ده حصل لك يا مجدي ومحدش كان عارف؟ ربنا يرحمك. بس فضلت أفكر هو ازاي جاب الجثة وخرجها من غير ما التربي يعرف ويبلغ ولا أي حد يلاحظ حتى إن في جثة فوق. أنا على الأقل لازم أروح أسأل التربي ده. أنا كنت فاكر كويس مكان المقابر بتاعته، أكيد التربي ده شاف حاجة، يعرف حاجة، أكيد محدش فينا يعرفها. واستنيت مع الوقت ومع الساعة أول لما أهلي ناموا ونزلت، وكان الوقت مش متأخر قوي، يعتبر الساعة 12 بالليل. فضلت ماشي لأول الطريق وركبت ميكروباص نزلني قريب من المكان. فضلت ماشي لحد ما وصلت المقابر ودخلتها. كانت ضلمة جدا وتخوف زي ما تخوف أي حد فينا. فضلت ماشي بدور على التربي لحد ما لقيت حد بيندهلي من بعيد وبيقول لي بلهجة صعيدي: انت يا اخينا بتعمل ايه هنا الساعة دي؟ الراجل اللي كان بيقرب لي ده طول بعرض ولابس جلابية. بصيت له وقلت له: السلام عليكم يا راجل يا عسل، انا جاي اتكلم معاك كلمتين كده وعناية ليك في اي حاجة. بصلي وضحك وقال لي: انت من طب ولا انت تابع ايه؟ قلت له: لا ولا طب ولا حاجة، الموضوع اسهل من كده بكتير. طلعت له ورقة ب50 واديتها له
وقلت له أنا جاي أسألك على جثة والدة الأستاذ مجدي الله يرحمه. التربي حسيت إن وشه ارتبك وبص حواليه وقال لي بصوت واطي الكلام ما نافعش هنا، تعالى ورايا. مشيت وراه لحد ما وصلنا لأوضة صغيرة كده ودخلنا وقعدت. لسه كنت هتكلم قال لي شايك سكر وإيه؟ قلت له لا ملوش لزوم. قال لي عليا الطلاق ما يحصل، لازم تشرب حاجة يا راجل. فقلت له خلاص يا عم ماشي، سكر زيادة. فضل يعمل الشاي وخلصه وجابه وبدأ يتكلم واحنا بنشرب الشاي. من اليوم اللي والدة أستاذ مجدي ماتت فيه في حاجات غريبة بدأت تحصل في المكان. أصوات صريخ بدأت تملى المكان، يعتبر بقت كل ليلة وما بقتش عارف أنام زي الأول. ويا بيه كنت في مرة بمر ما بين المقابر بالليل لقيت خيال بيجري كده. أنا قلت حرامي، ده أكيد حرامي. فضلت أجري وراه لحد ما لقيته اختفى فجأة. لكني لما بصيت حواليا لقيتني قدام قبر أم الأستاذ مجدي، فكلمته وقلت له وهو جه فعلا، طلب مني المفتاح وغاب. طول جوه، طول على الآخر. أنا قلت أروح أشوفه، لكني لما رحت لقيت القبر مفتوح وجثة والدة الأستاذ مجدي مش موجودة. قفلت القبر ورجعت كل حاجة زي ما هي وسكت. سكت لأني خفت لا أبلغ ويتهموني إن أنا اللي بعتها للتجار وأروح في الرجلين يا باش. وبس، يعتبر ده كل اللي أعرفه. فضلت أفكر طيب ليه مجدي ما كتبش ده في مذكراته؟ ليه ما كتبش إن هو فعلا راح وطلع الجثة أو هو كان خايف منها؟ أو ليه ما كتبش كل ده؟ هل ممكن يكون عمل ده وهو مش في وعيه مثلا؟ مش عارف. لكني بعد الشاي التقيل ده، شاي صعيدي بقى، بدأت أحس إن أنا بدوخ من كتر التفكير. وقفت وقلت للتربي طب شكرا يا حاج، انت عملت معايا الواجب وزيادة. ووقفت عشان امشي واخرج من الأوضة، لكني كنت دايخ جدا، دايخ لدرجة اني كنت حاسس اني بفقد الوعي. وقعت على الأرض، كل حاجة ضلمت من حواليا. مش عارف فضلت كده قد ايه، لكني لما فقت كنت مربوط ومتكمم. كنت مرمي جوه قبر. القبر ده كان مفتوح وكان في واحد واقف فوق. بدأ ينزل القبر وبدأت أحاول أجمع الصورة. هو ده مين؟ ده مش التربي ولا مين ده؟ مستحيل. سامح؟ كنت مش فاهم حاجة، لكنه ضحك وبدأ يتكلم. أنا بحب النظرة دي قوي. تعرف إن كل اللي قبلك كانت نفس النظرة دي على وشوشهم؟ وكان غريب إن الواحد ياخد حقه منكم، من كل واحد منكم أذاني في يوم وضحك عليا. أولكم كان صابر ممدوح اللي ياما ضربني في ابتدائي، مدفون في القبر اللي جنبك ده. والتاني كان مجدي اللي كان دايما ما بيحبنيش، كان بيكره يقعد معايا وكنتوا بتخرجوا انتوا من غيري. كنتوا فاكرين ان انتوا كده احسن مني، فاكرين ان انتوا لما تضحكوا عليا وعلى شكلي ان انا هبقى عادي، هقبل
هقبل هزاركو. انا بسبب كل ده كان لازم هردلكوا كل ده، كان لازم اردلكوا كل حاجة، كل اللي احتاجه الموضوع، خصوصا في مجدي. كان كام حبة من مهلوسات كنت بجيبها له وادوبهم في اللي بيشربه، واسرق الجثة واحطها له في البيت. واسرقها ليه؟ ما التربي اصلا يبقى خالي. انا مش هقعد احكي لك كل الخطط اللي انا كنت بعملها، ازاي موتت امه، ازاي خليتكوا تحاولوا تصدقوا، لان فعلا مجدي اتصاب. لكن واضح ان الجن اللي كانوا في بيت مجدي كانوا مساعدين قوي. خوفه كان هيكمل كل حاجة. هيبقى عندك وقت كبير قوي تفكر انا خططت لكل ده ازاي، لانك انت كنت اسهلهم، كنت عارف ان فضولك لازم يجيبك لهنا، ودي كانت النتيجة. انا على فكرة كنت سايبك لاخر القايمة لاني كنت بحبك، لحد ما ضحكت عليا. البنت اللي انا كنت بحبها في الجامعة، فاكر يا ماجد؟ فاكر انت ضحكت عليا ازاي؟ خلتني احس ان هي ما بتحبنيش. الله، على العموم بقى اسيبك عشان اجيب لك ناس اكتر تقعد معاك. قفل عليا القبر وفضلت احاول افك نفسي او اصرخ، لكن ما كانش في اي فايدة نهائي. التنفس كل شوية كان بيبقى اصعب. بعد ما قفلت القبر عليه، طلعت المفكرة بتاعتي اللي فيها اسماء كتير وشطبت على اسم ماجد عبد الحميد، وبعدين مسكت الورقة. اسم اللي بعده مين 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 أحمد رأفت. كان بياخد ألعابي ويسرق سندوتشاتي دايما. حلو ده. رفع سامح تليفونه واتصل برقم، ورد الرقم ده عليه، وسامح اتكلم وقال: يا ابو حميد، هعمل ايه يا عم؟ وحشني، لازم نتقابل. خلصانه يا عم، بعد ساعه على القهوه. ماشي، قشطه يا شقيق. قفلت السكه ومشيت وانا ببتسم. إلى هنا تنتهي هذه القصة. يا ترى قدرت إن أنا أجاوب على سؤالك؟ يا ترى أنت ممكن حتى تستنتج إجابة من القصة دي؟ ولو ما استنتجتش أي إجابة مرعبة من هذه القصة، فخلينا نخش في القصة اللي بعديها، ألا وهي لوقندة العقرب أو لوقندة التعابين. الجزئين دول للقصة دي هيعجبوك جدا، ويخصوا شاب مكافح بيروح للوقندة بيحصل فيها قصص مختلفة وكلها من ناس مريبة. أسيبكم مع القصة، وشكرا لاستماعكم لهذه الدقيقة، ويا رب أشوف لايك منكم وتفاعل بإذن الله، ومستني كومنتاتكم. تصبحوا على ألف خير، أشوفكم الفيديو الجاي. كوابيس سعيدة، سلام.